ثم في الشطرة الثانية نبه إمامنا الجزري على 3 قضايا. هناك عندنا أيها الإخوة في اللغة العربية لام التعريف، نقول المسجد، الكتاب، مثلا القمر، الشمس إلى آخره. هذه لام التعريف التي نقول عنها باعتبار أن قبلها همزة الوصل المفتوحة لم تأتي في القرآن العظيم مفصولة عما بعدها أبدا. في كل الكلمات القرآنية لام التعريف موصولة بما بعدها. إذن ما في لام تعريف مفصولة، ما في، كلها موصولة. هذا أمر. الأمر الثاني يا التي للنداء. طبعا عندنا من أدوات النداء في اللغة العربية يا، نقول يا فلان. كل يا للنداء في القرآن العظيم لم تكتب ألفها كلها على الإطلاق. يا موسى كتبت يا موسى، يا عيسى كتبت يا عيسى، يا آدم كتبت يا آدم، من حيث الكتابة. لكن علماؤنا زادوا ألفا خنجرية صغيرة ليبينوا أن هناك ألفا منطوقة. الأمر الثاني أن يا النداء في كل القرآن أيضا موصولة بما بعدها، فلا تفصل عنها لفظا. يعني لا يصح أن آتي إلى يا موسى فأقول يا، لا يصح، بل أقول يا موسى. من حيث اللغة يصح، لكن في القرآن لا يصح. لما؟ لأنها كتبت موصولة، والقراء متبعون لرسم المصحف الشريف. الأداة الثالثة هي ها التي للتنبيه. العرب تستخدم أداة لتنبيه المخاطب وهي ها ألف، وهي من زمن القديم موجودة، وهي في كلمة هذا وكلمة هؤلاء. فإن هذا أصلها ها ذا، هؤلاء أصلها هؤلاء، وهكذا أيضا هذان. كل التي تجدونها هؤلاء، هاتين، فإن الها التي في أولها للتنبيه. هذه الها عبارة عن ها ألف لم تكتب مفصولة، يعني الألف تبعها لم تكتب، وإنما كتبت الهاء موصولة بالكلمة التي بعدها. حتى نحن في الإملاء الحديث لما نكتب هذا نكتب هذا، نكتب ها موصولة بذا، ولا نكتب هذا بألف ممدودة. إلى الآن نكتبها هذا، ومع أننا كلنا ننطقها هذا، ومن خطأها هذا فقد أخطأ. لا يصح هذا، لابد أن يقول هذا، هؤلاء، هذين، هاتين، إلى آخره من النطق. أما الخط فلا تكتب ألفها. هذا معنى قول الجزري وها لا تفصلي، يعني لا تفصل ها التي للتنبيه عما بعدها من كلام. نرى هذا المقطع في اللوحة الأخيرة من البيت 93. نرى على اللوحة كذا من انظروا إلى الأمثلة المؤمنون. دائما الألف واللام موصولة بما بعدها. السماء أيضا موصولة. ثم قال رحمه الله ويا، يعني يا النداء التي شرحتها لكم منذ قليل. انظروا إلى يا أيها كيف كتبت، يا مكتوبة يا أيها. فلذلك علماؤنا زادوا ألفا خنجرية حتى ينبه القارئ بأن هنا ألفا لا بد من نطقها، وإن هي لم تكن موجودة في الخط، لأن العرب كما أسلفت مرات وكرات لا تجمع في الخط بين ألفين اختصارا. يا أيها. يا موسى أيضا كما ترون كتبت يا موسى، ولا بد من نطق الألف، فلذلك علماؤنا زادوها ألفا صغيرة يسميها الخطاطون الألف الخنجرية. ثم قال رحمه الله وها لا تفصلي، يعني ها التي هي للتنبيه.
في نحو كلمة هذا في نحو كلمة هؤلاء، لا يصح فصلها عما بعدها لا في الخط ولا في النطق. بقول الجزري كذا من ويا وها لا تفصلي، نأتي إلى نهاية هذا الباب، باب المقطوع والموصول، لتعلقه بالوقف، لذلك زاده إمامنا الجزري على منظومته وأتى به من باب المقطوع من علم رسم المصاحف، وبقي باب آخر أيضا أتى به من علم رسم المصاحف لتعلقه بالوقف، وهو باب ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. نشرع فيه بحول الله وقوته في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.